بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم أينما كنتم أيها الأحباب عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف أحييكم راجيا لكم مع الفنيين والمخرجين وشيوخنا الكبار الأفاضل دوما أن تكونوا جميعكم في خير وصحة وعافية، خاصة الذين يتابعوننا في الداخل، له منا أجمل وأرق الأمنيات. كما أرجو عبر هذه الحلقة المباركة أن نكون أوفياء لمن عرفناهم في هذه الحياة من أصدقاء وزملاء، وكذلك بعض المسؤولين والصحفيين وغيرهم. أنا دوما عندما أسجل البرامج وأحيانا الأخبار أتساءل مع نفسي: من الذي قال إنه لا بد أن يقرأ الإنسان هكذا مشدودا، ويعني كأنه داخل معركة مع المشاهد الكريم؟ نظريات أتتنا من هنا وهناك. نعلم أن الإعلام هو نظريات غربية بحتة، ولكن هنالك الإعلام الإسلامي الذي أصل للإعلام وفقا لمفاهيم إسلامية وشريعة. ونحن كخريجين الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية العريقة، درسنا الإعلام الإسلامي ينطلق من مفاهيم إسلامية بحتة، فلم نقرأ في تلك النظريات أن الإنسان لا بد أن يكون مشدودا كالحبل وهكذا. يعني يمكن أن تقرأ هكذا لأنك أنت تمارس الحياة العادية، يعني أنت تتحدث إلى الناس مرات تعمل هكذا وهكذا. ولذلك أنا أقول كمراجعات لإعلاميين القادمين والذين يعملون: لا تتشنجوا هكذا وخذوا راحتكم. في يوم من الأيام كانت تنحنح حراما بل تعتبر جريمة في قلب وزارة الإعلام. لا تستطيع أن تقول هكذا، والإنسان يتنحنح ويكح وهكذا هي طبيعة بشرية. فقط ينبغي أن تكون جميلا مع المشاهد الكريم فتقول: عفوا أيها المشاهدون الكرام، وهكذا. وأحيانا تدخل عليك الأشياء ذبة وحشرات وهكذا، ولنا فيها ذكريات كثيرة داخل استوديوهات وأروقة وزارة الإعلام في أسمرة. ولذلك على هامش الحديث اليوم عنوان الحلقة ستكون الحلقة 240، لأنني أسجل هذه الحلقة مقدما يعني، ولذلك لا أستطيع أن أرقمها، ولكن في عنوان الحلقة ستجدون الترقيم لها، لكنها قبل 50 وما بعد 40، بعد 200 بحمده تعالى. وأذكر أو ندخل بالآية من الذكر الحكيم. يقول المولى سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة من قناة سلام أبدأ معكم البرنامج، وبها نختتم وبيتا شعريا آخر. اليوم وأنا أراجع صحيفتنا الغراء إريتريا الحديثة، الذي كنا في يوم من الأيام نائبا لرئاسة تحريرها، وأقلب صفحات عدة، يعني وجدت سانحة من الزمن، فأخذت أقلب هذه الصفحات التي تحمل شيئا من تاريخنا وذكرياتنا يعني. فوجدتني أقف في مقالة، حقيقة في مقالتين. المقالة الأولى التي وقفت عندها كانت عنوان الحلقة أو عنوان المقال كان: أبو هاشم أحد الذين أداروا قرص الشمس من مغربها لبذر مضغة الميلاد في زمن الدفع والتردي. هذا العنوان للعبد لله أحمد شريف في إريتريا الحديثة، كتبته تحديدا يوم الجمعة 23 من شهر 9 2005، يعني قبل 21 عاما في مثل هذا الشهر. وكتب أستاذنا الجليل الشاعر والمربي والمؤرخ والباحث، وقبل هذا وذاك الصحفي الإعلامي، عنوان قال: ومات هكذا كما النخيل واقفا. وحقيقة أنا قرأت المقالتين
إحداهما لي والأخرى لأستاذنا الراحل بابكر عوض الكريم ودم حجر، كاتب وشاعر، وينتمي إلى القطرين بلا بطاقة وبلا جغرافيا وبلا جواز، إريتريا والسودان الوطنين العزيزين. شاعر الحراز رحمة الله عليه، وغادرنا كذلك بعد شهرين من هذا الشهر في نهاية العام الحزين. فقرأت المقالتين، الأولى لي والثانية لأستاذنا بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه، فعن لي أن أقرأ في هذه الحلقة أيها المشاهدين الكرام، وأخذ راحتي من الحزن والتأمل، أن أقرأ ما كتبه بابكر عوض الكريم الشاعر الإنسان عن هذا الوزير أبو هاشم علي سيد عبد الله رحمة الله عليه وأكرم مثواه. لماذا أتحدث اليوم عن أبو هاشم علي سيد عبد الله الذي كان وزيرا للداخلية في بداية عهد الاستقلال، بين قوسين لا حرج في ذلك، ثم كان وزيرا للتجارة والصناعة، ثم وزيرا للخارجية وهو يرحل من هذه الدنيا. لماذا أتحدث عن أبو هاشم؟ على الرغم من أنه محسوب للمجموعة الحاكمة، أقول من يظن أن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كلها كفر بالوطن والإيمان بالعدالة، هذا عليه أن يجدد إيمانه الوطني. فليست الشعبية كلها كفر، ومن يظن أن الشعبية الحكومة الحالية كلها عدل وشفافية وإدارة، كذلك عليه أن يراجع إيمانه الوطني وإيمانه العدلي. فالشعبية ليست هي تلك كلها وليست هذه كلها، ولكنها خليط من هذا وذاك، وإلا لما عملنا ليل نهار أن نصحح المسار ونعمل من أجل إحقاق الحق لشعب ناضل وقدم. ولذلك أنا شخصيا لا أكفر بالتجربة كلها تماما، بل هؤلاء أبو هاشم الذي اغتيل ومات شهيدا ومظلوما في ظروف غامضة كما يموت المئات والعشرات، آخر ما وقفنا عليه من أحزان الوطن داخليا امرأة بلغت من العمر عتية بعد العقد السابع، كم 70 عاما، قتلت في منزلها بسلاح أبيض داخل العاصمة الإريترية أسمرة، لها الرحمة والمغفرة. على الرغم من ذلك نحن نقف مع أولئك الشهداء. هذا وزير مظلوم اغتيل وتم تصفيته في ظروف غامضة وطوي الملف كما يطوى. فإذا لم نتحدث عن أولئك أيها السادة والسيدات في برامج كهذه، فمن الذي يمكن أن يتحدث عن أولئك؟ وهو المظلوم الذي مات شهيدا أبو هاشم، ولنا معه على المستوى الشخصي في 3 وزارات كانت لنا معه مواقف وذكريات وأحاديث ومقابلات. أولا هو أبو هاشم رحمة الله عليه، وشهادة أقولها أمام الله سبحانه وتعالى، أبو هاشم لم يتخلف عن صلاة جمعة إذا كان بالبلد، وأشهد الله أنني شاهدته لمرات عدة، أحيانا لوحدي وأحيانا مع بنيه، يدخل ساحة مسجد الخلفاء الراشدين لتأدية صلاة الجمعة. شاهدته، بل هو أول من يأتي من المسلمين في حقيبة الوزارة، المجموعة الموجودة مع الحكومة، أول القادمين لساحة الفاتح من سبتمبر في الأعياد الأضحى والفطر، ويجلس في الصف الأول مكبرا ومهللا مع الجموع.
ومصطحبا أبنائه، ولديه تقريبا. ولذلك أنا أسلم وأعزي من جديد بعد 21 عاما، بعد أن كتبنا وحزنا وهكذا، وقلنا ما استطعنا أن نقوله في ذلك الإعلام غير العادل، لكن أتقدم بأحر التهاني بأحر التعازي. نحن لأنه نبحث عن تهاني، والتهاني بعيدة عنا. فالتعازي الحارة لحرمه المصون، مسلمة مؤمنة بالله، وأبنائها المؤمنين. هي من قومية العفر، وللعفر إسلامهم وإيمانهم العظيم القوي المعروف. لا أعلم هل هي داخل البلد بعد أن أخرجت من بيتها بعد وفاة أبو هاشم الذي كان أحد المؤسسين لهذه المجموعة الحاكمة. فلأبنائها السلام والتحية والتقدير. ولذلك ولشيء آخر كذلك، لنعطي رسالة أننا لا نتخاصم مع التاريخ، ولا نكفر بالتاريخ جملة وتفصيلا. لو لم تكن تلك البطولات أصلا لما تحدثنا عنها، أصلا لما تحدثنا عن كيف يمكن أن نعيد الأمور إلى نصابها عدلا وحكما وإدارة وشفافية، وكل ما هو مطلوب في هذا الزمن العجيب. أيها الأحباب الكرام، أعود مجددا كما قلت للحديث عن السيد الوزير المظلوم الشهيد علي سيد عبد الله رحمة الله عليه، لتلك الأسباب. وعندما قرأت ما كتبه شاعرنا الجميل بابكر عوض الكريم، هذا الرجل الذي فقدناه كذلك في زمن كنا أمس الحاجة إليه، واقف بابكر عوض الكريم على صهوة ما يجحجح في أسمرة، متأملا وزيه الذي ترونه، وكان يعتز دوما ويقول: أنا أسير بشموخ وعزة ومهابة في شارع كومبشتات وشارع التحرير، وأزهو كذلك في شارع النيل في الخرطوم، بلا فارق بين الشارعين. هذا الرجل أحب البلاد أكثر منا، وأنا أقولها بشكل صريح، واقفا فيما يجحجح في بدايات التحرير، ودائما يكتب تعريف اسمه بابكر عوض الكريم، بابكر ودم حجر. ودم حجر إحدى المدن التي كانت في الزمن الجميل. ويكتب بعد ذلك كاتب شاعر آنئذ كان في مدينة الشوق بالسودان، فيكتب السودان الشوق. وشهادة أقولها في حضرة أستاذنا بابكر عوض الكريم، كان يملي علينا برامجه، ويملي علينا كذلك صوته من الشوق، ويدفع من مال جيبه، ويتحمل نفقات المكالمة الدولية من السودان لإريتريا إلى وزارة الإعلام، حتى أنني أشفقت عليه، فذات يوم قلت للوزارة: حرام هذا الرجل يتصل علينا من ماله وهو الذي عايش في السودان. فسمحوا لنا أن نتصل به نحن، وكنت أستقبل منه صوته الندي الجميل من الشوق في الليل، يعني بعد 10 حتى تهدأ الأمور. والاتصال على السودان آنئذ، خاصة أيام حرب بادمة، تلك الحرب العجيبة اللعينة، فكان الخط ما يكون نقيا صافيا إلا بالليل. فكنت أسهر في الوزارة ليسجل منه رسالة، تعليقا، قصيدة، مقالة، كانت عبارة عن زلزال ومعركة تحرك حتى الجلمود الذي ليس في قلبه شيء. كانت تحرك كل الأشياء، وتحرك فينا وطنية كبيرة. فذات يوم وأنا أسجل منه انقطع الكهرباء،
يعني بابكر عوض الكريم وهو يقرأ بطريقتي، وأنا إن شاء الله أحاول أن أقرأ كما كان يقرأ مقالته ومقالاته وشعره. فاشتاط غضبا ورمى كل شيء كان أمامه، هذا هو السودان، ونادى بالأهل. أعتقد أنه يمكن أعلن المعركة داخل البيت والنفير، فإلي بالشموع وما إلى ذلك، فقرأ مقالته على ضوء شمعة وهو يحترق. هذا بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه وأكرم مثواه، كتب هذه المقالة ومات هكذا كما النخيل واقفا، وذيلها باسمه تحت. أنا أيها الأحباب الكرام، أولا أترحم على أستاذنا بابكر عوض الكريم رحمة واسعة، وعلى أبو هاشم كذلك أترحم عليه. فدعوني أقرأ ما كتبه الأستاذ بابكر عوض الكريم، بابكر ودم حجر، على الشهيد الذي مات واقفا كما النخيل. اللغة التي كتب بها هي التي حفزتني أن أقرأ هذه المقالة الحزينة، فيها زخم من اللغة، وهذا برنامج يعنى باللغة العربية. يقول بابكر صفحة كاملة، أنا أخذت جزء من المقالة ونشرتها بالطريقة الجميلة التي ترونها أمامكم، فسأثبت ذلك وأقرأ. آمل أن أوفق في القراءة لأنها لغة لا تجدها في لغة اليوم. قال السيد الشاعر الكاتب بابكر عوض الكريم: يراودني الآن بوح النوارس من أضلع النهر. أعطيت للماء أغنيتي فتحول حلمي إلى وطن يتزوج بالشهداء. لم تكن في التباريح إلا نجوم السماء، وصبحا شهيا لسري، وقتا لأسماء كل الضفاف التي أدمنت جسدي. عرسها في دمي، عرسها لا أحاوره بالكلام. صاحبتني الدوالي إلى نبعها حتى تجلى الربيع على يدها في بكاء الحمام. ليس من حنين الشحارير ترتيلة وشاح، أنا وجع الوقت طعنة الزنبق العاطفية. فأين غدي يا كتاب الندى؟ أين أسطورة الليلكية؟ قلبي، من هنا يزهر الشمع أو تتدفق أغنية الياسمين على شرفة الفجر. يا علي، وطن يصطفيك، يعلمك الابتهاج العسير، يكمل ملحمة الجرح فيك، يناديك في لحظة الاحتضار بكل حروف النداء فلا تستطيع الكلام. كيف ينشق عن الوقت الرماد؟ يا علي، الفراشات استحمت بالندى، الليل فانهار الأسى نحو الغناء. ساعة للنهر وأطياف المساء أكملت زينتها الآن، أقاليم البكاء والمراثي تسأل العاشق عن باب السماء. ساعة للوطن الملتاع، للأطفال، للخبز الذي يطفئ جوع الفقراء. عندما يشتعل الوقت غزالا في النشيد، يتولاه حريق الطعنة الأولى، نبيذ المشتهى في سورة الحب، فيرمي نازفا أشرعة الشوق على وقت المرايا. والعصافير التي تحمل أحلاما من النور وزهو الورد والوجد، هو ذا أمة لم تتوجع في نزيف العمر، لم ترحل بعيدا عن صلاة الياسمين ومسافات الحنين. أمة كانت
جموح الكبرياء، أمة كانت شموخ السوسن المسفوح من ضاحية الصبر إلى جرح البلاد، لم تحاول حزنها، لم تلبس الوقت على ثوب الحداد. أمة أمي أنا الساكن في صبوته، وهو الساكن في ترنيمة الجرح وتاريخ الجياد. سيدي موعدي، ضاع مني ذاكرتي تتشرد، فالجرح تاريخه من تراب بلادي. علي، أجاهر باسمك همي، أدخل في سورة الماء والأمنيات الشفيفة، لي كسرة اليأس صوت المضيفة، ليل الخنادق رسم الجروح، سحاب السجائر في قاعة الانتظار. إلى أين أحلم يا سيدي؟ بوح النشيد وبوح الشتول الوصيفة. علي، إني أكلم كل المصابيح في شجر الليل عندك، كل العصافير في واحة القلب عنك، فكيف غافلتنا ومضيت؟ إلى أين أنحاز أو أتوهج في دورة الحلم والمشتهى باسمك السوسني الجميل؟ عنيف هو الشوق بين دمي ويديك المرصعتين بالضوء. هذا بكائي وهذه قناديلك الموسمية، تزهر لي وتلوح في اتجاه الحقول. عنيف هو الشوق بين النزيف وبين حرائقه في الذهول. وجسر القرنفل متسع للرحيل ومتسع للمحبين إن سافروا شاهرين مباهيمهم بالطفولة أو منتشرين على مفردات الذبول. فدعوني أكمل ما أحتاج ذاكرتي في تفاصيل موتي، وما أبدعته في جراحات الأغاني هو الوقت أو ضده، وتراتيل حلم له شهوة ويدان، هو الحد بين جنوني وبين دموع الكمان. يا علي، أحبك حتى تفوح الزغاريد من غابة الدمع، حتى يعود إلى أول الصبوات حمام المنافي. لم يكن قلبك الحلم، كان السراب على شرفات ذات ليلى. آخر الحياة ستظل نجمة واحدة تضيء هذا الكون الرائع الجميل، لترنو إلى قبر معشوشب تحت شجرة باسقة. لا تعرف النجوم ومن أين تبدأ الجهات، وتجهل الرسوم كيف تبدأ الألوان في اللوحات، وليس في ذاكرة الورد كيف يبدأ الفراش رحلة العطور. يا علي، كانت الرحلة حلما جليا ودخولا في الحواري وعناقيد انتظار، كانت الرحلة نحلة خذلتها كل أنواع الورود، وما في الشط نخلة. النقفة، يا جبهة نقفة، يا حصارا كان ميؤوسا اختراقا، بيد أن يا علي قد جعلنا العالم المنحاز، بيد أن يا علي قد جعلنا العالم المنحاز دوما يدرك أن القضية وأن الدماء المبادئ لا تتلون، لا تتبدل، لا تشترى، لا تباع، وأن الرجال سيوف على ظلها يستريح الوطن. فكيف الرفاق الأولى عشقوا الوعد، لا يعرفون سوى الموت أو زفة الانتصار. يا علي العمر زهرة، الافتراق دوحة تأوي إليها الطير والأحلام في المساء، والذكريات باقة من حبق تحملها طفولة تجيء في مدائن الأمطار والتراب والخضراف، تجيء من براءة الضفاف. وكانت الدموع شارة مرارة مدينة تغسلها المياه في مساء ليلة غارقة بالحزن والتماعة بالعيون. كانت الجياد في السهوب مثلنا حزينة، في المقل السوداء
نصف نوم نصف يقظة، وفازة من الزهور نصف غضلة تنام في الجفون. يا علي، فاجأنا الموت لننسى فترحل وتترجل فينا من الزمن الصعب. يا ليل الصبر، يا ليل الجمر، هذا زمن يورق فيه الرمل الأخضر أسئلة يجهلها البحر. حدثني القلب بأني سوف أعود إليك، وأن الجرح سيخجل حين يراك وأنت تباعد حوض الورد لتدخل بين الدهشة واليخضور. تعبر طائر بين ماء النور وماء النور، ركضت ورمان القلب المتصدع يسقط في ماء الأحداق العطشة. كان دجاج القرية ينفر عنقودا في عنب طاف، وكانت نادوا ترسم الليلة على هيئة نجم يتألق، جمرة من لغة عنقاء تمشي في الزواريب على حد المعلق، تتنزى في العشيات قافيتين من سهر وحمى. إنها الشجر الذي ينأى ويعدو في مسافات الرهان. علمنا الجرح أن الوطن ما كان خارطة على عرض الجدار، ما كان صكا أو وثيقة. إنه يا صاحبي غضبة التاريخ، وعد القادمين إلى الشهادة من خنادقهم، من الأنفاق، من قلب المعارك، ينبثقون من القبور رعدا وأزهارا من الآتي الجميل. يا سيد المشدود قوس نصر، لو قلت للجياع ارسموا أحب نبضة، هل يرسمون وردة أم يرسمون الخبز؟ فكيف تستطيع أن ترى ما لا نراه من شرفة لا تقبل الطيور نحوها، أي لا تقبل الطيور نحوها حافلة بآخر المزركشات من دمسق القز؟ البحر يتقيأ مياهه، ودورة الزمان في بوصلة الأيام تتقيأ عقربها، لكل شارة زهرتها، لكل زهرة محطة ورفتا من جناح. فيا علي، ليس الكلام جسر، ونحن لسنا الماء وأنت ماء النهر، نجيبه في ثوب طائر قبل اندلاع العشب في المساء. يا علي، كيف في ثغرك تنمو السنبلة ويطير المهرجان؟ كيف في عينيك يأوي قمر أزرق كالبحر يا طفل البراءة؟ يا حبيبي، بعض ما يترجل الحزن قصيدة، ومسافات لعشب الدمع وأوطانا جديدة، وأهازي انتصار، ثم يرتاح على شرفة عينيك ويأوي للنهار. أيها الشارد المخبوء في عب البنفسجي، هو الوقت أو ضده؟ وتراتيل حلم له شهوة ويدان، هو الحد بين جنوني وبين دموع الكمان. يا علي، أحبك حتى تفوح الزغاريد من غابة الدمع، حتى يعود إلى أول الصبوات حمام المنافي. لم يكن قبلك الحلم، كان السراب على شرفات المدى. أناديك من أول الحلم، والذكريات المضيئة بين الضلوع المرايا وبين جهات حصارى. لم يكن صدفة وجع العطر، إني أصوب ذاكرتي نحوك الآن. لم يبق متسع للرجوع، فأنت الكاتب المسافر بالزهور والعنفوان، وأنت الغد الرائع للفراش والأقحوان. أيها الأحباب، أقرأ عليكم ما كتبه شاعر الحرز بابكر عوض الكريم ودم حجر عن الشهيد البطل المقدور عليه الذي اغتيل عن عمد، الشهيد الوزير
علي سيد عبد الله رحمة الله عليه. يقول في مقالته: ومات واقفا كما النخيل واقفا، ومات هكذا كما النخيل واقفا. يقول: لكل إياب ذهاب، لكل ذهاب إياب، وكل اغتراب كتاب إليك يعود، وليس يعود إلى وطن ضالع في الوفاء. إذا اتسع الشوق صار المدى فسحة للبكاء. هذا النشيد الخريفي يأتي لأمشي إليك وفيك، ليفضحني مثلما تفضح العاشق الصبوات. يا علي، ها هو الحلاج يشدو: كتبت ولم أكتب إليك، وإنما كتبت إلى روحي بغير كتاب. وذاك أن الروح لا فرق بينها وبين محبيها بفصل خطاب، وكل كتاب صادر منك إليك بلا رد الجواب. جوابي يا علي عليك. ما الذي يفضح الآن أسئلتي وأنا أبتغيك هنا؟ يتنهد في لجة الماء فجر أميري، وكل الحروف حقول من الياسمين. أما زلت كالأمس تركض خلف يراعي البيادر، فؤادك حصالة للأماني وروك مكتظ بالخيول. يا علي، من ذكرى عقاب، من ذكرى البطولة، وشباب يافع يسمع العالم صوته، وشباب يافع يسمع العالم صوته، حاملا في الكف رأسه، باسم الثقر يغني: يا كراتشي نحن جئنا من بلاد سوف تزهر من دمانا بالأقاحي إن مضينا أو بقينا. أين من عيني هاتيك الليالي يا علي؟ لكأنما يغشاني صوتك إذ يقول: جربت ما جربت، صدقت من صادقت، وجمعت أحلامي كما جمعت مطلقة جوانحها وأعلنت الرحيل. أنا ما أردت سوى القليل، لا عرش هارون الرشيد، لا أمة تمشي على خطري، ولا جند وخيل. أنا ما أردت سوى حرية الصفاف، أن ينمو على خصر البحيرة أخضرا، لا قرمزيا لا رماديا، وأن يأوي إلى ما شاء سربا من سنون، أن لا يشابه عائلات السرو والحور المديد ولا النخيل. فدعوني لبلادي تلعق الجراح أغني، فغنائي أيها الناس جميل كغزالة، وحنون كفؤاد البرتقالة. ودعوني أيها الناس أغني، فغنائي أيها الناس جميل كصبية، وعنيف كنزيف البندقية. وفي موتنا كل موت نسائل: أين سنخفي البدن إذا ظل بعد المناديل واللافتات بقايا لنصنع منها كفن؟ أين سنخفي البدن إذا ظل بعد المناديل واللافتات بقايا لنصنع منها كفن؟ عاش ما بيننا عالقا كالدموع على الجفن، مات ما بيننا ظل موته عالقا كالسؤال. فأين سنودع هذا الحنين إلى نسمة في الوطن؟ هو الحب، كيف جعلت لحب الحمي كل هذا الثمن؟ يا علي، الدموع تغطي أحاديثنا، فيثور الكلام ميتون ونسأل أين نموت، ميتون ونسأل أين نموت. مدمنون لهذا السفر مثل غيم سخي بلا تربة تتوقع منه المطر، ميتون بأشواقنا للبيوت، ميتون ونجهل أين سندفن حين نموت. أتجيء إلينا؟ يأتي البيت
يخلو البيت حين تغيب، وأنت مرقرق فينا كساقية من الأضواء، ونذكر أننا نحتاج ضحكتنا كما نتذكر العطش الدفين أمام دفق الماء، ضحكتنا التي اشتقنا لرنتها ولم نعثر عليها في حنايانا فاشتريناها مسجلة. نم يا علي. فذات مساء بعيد انتظرني سأغني للرجال، ليد تنكر الصمت ووجه ينشر الفجر على خد الجبال. يا صديقي بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد العلم أسبلتا معا. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد العلم أسبلتا معا. فلنبحر إما برا نبتنيه عمائر من حلم، أو ماء نغرغ فيه عناقا حتى الموت. كان صوتك ضفة والحلم يكبر في يديك، ولا تحل قرابة وطنا، فالحياة تقترن بالموت. تنمحي دائرة الألوان، يموت عطر الزهر، ويأتلف النحل ويلتف الحرائق. بالأمس يا علي مع النهر والقمر، بالأمس يا علي سهرت مع النهر والقمر، فتذكرت السراديب المغلقة، صحون العدس وأكواب اللبن وإنجيرا، ووجوه الرفاق الذين مضوا بلا وقفة، إنهم الباقون الذاهبون بلا سؤال. كالعطر الذي يبقى بعد السنين يا علي، تنتهي كل الأغاني وجهك النائي معي. ووجهي في الطريق إنه الليل وحلم واحد، عاهدته أن أستفيق. يا أيها الحب الذي نشتهيه عيني عليك، يا أيها الوطن الذي نهوى دمنا إليك. فالحروف التي تزدان في عينيك شيحا والجداول والظلال أتتك خافرة تداوي الليل كالولهان، والود الذي لا ينتهي، وأنت مبسوط اليدين وفارع كالبحر. ترتج القلوب وأنت تحكي قصة المجد التي ليست تطال. تشرع الأبواب للريح الأميرة، تقلع الأعشاب، تزرع مرة أخرى البنفسج والهوى المعطاء. يا وردا محال كأنك جئت من حلم الأماني، كانت الجدران تطلع نرجسا والأرض تتطلع لها، والحلم يندى أحبك بيني وبينك، تورق أغصان السنديان. أناديك أفر إليك فيكبر حلمي حقول سنابل، ويتسع النهر خلف عيونك عراجين حب، ووشما على عناقيد المجد دوما يناضل. ويا أيها القابضون، يا أيها القابضون، ويا أيها القابضون على جمر القضية، دعونا نغني لمن يستحق الغناء، ونبكي لمن يستحق البكاء، ومن تتناغم أطيافنا في رؤاه، ومن هو نافورة للضوء تحت السماء. كم هو متعب هذا التراب يا علي، لكنه يحمل من الجميل المعرفي ما أنت بحاجة إليه. إن أجمل ما في جبال الثلج هو ذلك الجزء المغمور والمكتنز بما لا تراه العيون. بابكر عوض الكريم بابكر، ودم حجر، كاتب شاعر السودان الشوك. كتب ذلك في 9 من سبتمبر، لأن الشهيد قد رحل في أغسطس، فكتبه في سبتمبر 2005 قبل 21 عاما، وقد رحل بعده 2018
17 بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه. أيها الأحباب الكرام، هكذا ارتأيت أن أقرأ تلك المقالة المتفردة في لغتها وخيالها وحزنها ودمعها وأنينها وشوقها واعترافها بالجميل وتوثيقها للبطولة والحرف والنغم والإنسان. أبو هاشم كان رجلا عفيفا ورجلا سمحا، عاش سمحا وذهب سمحا، مغدورا عليه شهيدا وطوي ملفه. كيف مات أبو هاشم؟ هي تلك إحدى الأسئلة المحرجة التي لم تجب عليها إريتريا، ولكن سيجيب عنها الزمن في زمن أخضر جميل. كثيرون هم رحلوا في بلادنا إريتريا بعد 91 وطويت سيرهم ولم يفتح ملفهم بعد. بابكر عوض الكريم، لك شآبيب الرحمة والمغفرة، وإن شاء الله سنأتي ونعود في ذكراك. إن شاء الله نوثق ما كتبته عن إريتريا الحلم وإريتريا الوطن الجميل الذي عشقته كما عشقت السودان بلا تمييز. كانت المقالة التي قرأتها لكم أيها الأحباب: ومات هكذا كما النخيل واقفا أبو هاشم علي سيد عبد الله. لأسرته العزيزة السلام والتحية. وكنت قد كتبت أبو هاشم أحد الذين أداروا قرص الشمس من مغربها لبذر مضغة الميلاد في زمن الدفع والتردي. برضو كتبتها في ذلك الشهر الحزين، وكانت البلاد حزينة تسأل وليس من مجيب. وهكذا هذا في الصورة أحد معلميه، معلم الأستاذ أبو هاشم عندما كان طالبا، وهو الأستاذ محمد عبد القادر حامد رحمة الله عليه، وقد التقاه بعد التحرير. أيها الأحباب الكرام، هكذا سأطوي معكم حلقة اليوم التي كانت عن أبو هاشم رحمة الله عليه، علي سيد عبد الله، وما دفعنا للحديث عنه في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، اللغة التي كتبت بها تلك المقالة الحزينة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وفاء له، لأن الرجل كان يعني يجبرك على الاحترام، وكان عنده ملاحظات كثيرة وتحفظات كثيرة من السياسة التي انتهجها الفرعون ولا يزال حتى اليوم. ولذلك يعني كل المؤشرات تشير على أن الرجل تم تصفيته رحمة الله. وكثيرون هم الذين غادروا بهذا الشكل من الفرعون والطاغية وزبانيته. سأكتفي بهذا القدر. رحم الله الشهداء جميعا. وأقول في الختام: يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات، راجيا للإخوة الفنيين والمخرجين أن يثيبهم الله خيرا على صنيعهم، وآمل أن ألتقيكم عبر هذه القناة المباركة، قناة سلام. ويقول الشاعر العربي كما قلت: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. رحم الله الطيب السراج شاعر القرن العشرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.